وتكون عاصمته مدينة واو. وإقليم الاستوائية وتكون عاصمته مدينة جوبا. وإقليم عالي النيل وتكون عاصمته مدينة ملكال. وينشئ الأمر الجمهوري في كل إقليم حكومة إقليمية على رأسها حاكم للإقليم يعاونه نائب وعدد من الوزراء الإقليميين ومحافظي المديريات. كما يتم بموجب الأمر الجمهوري إنشاء مجلس شعب في كل إقليم يتكون ممن كانوا أعضاء بمجلس الشعب للإقليم الجنوبي كممثلين للمديريات التي أصبح يتكون منها كل إقليم جديد، بالإضافة إلى أعضاء معينين لا يتجاوز عددهم 10%. أيها الإخوة، سوف يسري هذا الأمر الجمهوري لفترة انتقالية قدرها 18 شهرا، يعود بعدها الأمر لجماهير الجنوب صاحبة المصلحة الحقيقية وصاحبة القرار الأعلى والأبقى لتقول كلمتها الفاصلة النهائية على ضوء ما خبرته التجربة العملية. وبهذه الصفة الانتقالية فإن هذا الأمر الجمهوري هو مجرد إجراء استثنائي مؤقت، وهو ليس تعديلا أو إلغاء لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 أو لاتفاقية أديس أبابا.